لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يثرب اللي هي المدينة المنورة، كان فيها يهود. وعشان يحدد طريقة التعامل مع اليهود دي عمل صحيفة المدينة، لكن طبعا طبعهم هو الخيانة ونقض العهود. فاضطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يطرد بني النضير وبني قينقاع، وهنا ما فضلش في المدينة غير بني قريظة. بني قريظة كان ليهم حصون في جنوب يثرب، وكانوا عايشين على عهدهم مع سيدنا رسول الله، بس خانوا العهد ده وكانت النتيجة بالنسبة لهم مدمرة. وفي الحقيقة عشان نعرف هما ليه عملوا كده لازم نفهم الأوضاع في المدينة وقتها كانت عاملة ازاي. كان وقتها اجتمعت قريش والعرب واليهود على حرب رسول الله وأتباعه. قريش عشان تراجعوا عن القتال في غزوة بدر الأخيرة سنة 4 هجرية، وده كان انتصار معنوي للمسلمين. والعرب بسبب ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انتصر عليهم في مواقع كتير، زي بني غطفان اللي سيدنا رسول الله انتصر عليهم في موقعة ذات الرقاع في جماد الأول سنة 4 هجرية. أما عن اليهود فبني قينقاع وبني النضير زي ما قلنا كانوا موجودين في المدينة، وبسبب خيانتهم سيدنا رسول الله طردهم. بصوا لأن هو طردهم من بيوتهم، لكن ما بصوش لأن هم خانوه، هو كان ليه الحق وقتها إن هو يبيدهم، لكن سيدنا رسول الله عفى عنهم وأمنهم وأخرجهم من المدينة. وسعى لجمع الحلف ده يهود بني النضير بقيادة عدو الله حيي بن الأخطب، فراحوا بوفد القريش وقالوا لهم هنحارب محمد وأتباعه لحد ما نستأصلهم، مش هنسيب منهم ولا طفل ولا ست ولا عجوز. وهنا سألهم كفار قريش سؤال: أديننا خير أم دين محمد؟ فرد عليهم اليهود وقالوا لهم لا، انتوا دينكم أحسن وقريب لنا أكتر من دين محمد. وفي الموقف ده نزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وبعتوا نفس الوفد لقبيلة غطفان وقالوا لهم إن إحنا وقريش هنروح نحارب محمد لحد ما نستأصلهم، فجروا غطفان للحرب برضه. واجتمع جيش قوامه 10,000 مقاتل من الأحزاب. عدد زي ده ما تجمعش في حرب سيدنا رسول الله قبل كده ولا في أي حرب في تاريخ شبه الجزيرة العربية، وتوجهوا على مدينة رسول الله. وهنا استشار سيدنا محمد أتباعه هل يخرجوا يواجهوهم ولا يفضلوا في المدينة ويحصنوها ويدافعوا عنها. فكانت المشورة ان هم يفضلوا في المدينة، نظرا لان عدد زي ده هو عدد اكبر من ان هم يقدروا يواجهوه في سهل منبسط في مساحة مفتوحة. فلازم الحرب اللي تكون موجودة تكون مناوشات وحرب عصابات. وهنا اشار سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه بحفر الخندق، ودي كانت فكرة جديدة على العرب الرعاة اللي ما يعرفوش اي حاجة عن فنون الحرب. لكن بالنسبة لسلمان الفارسي الفكرة دي اتشافها قدامه كتير في حروب الفرس مع الروم، وبالفعل أخذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفكرة دي وبدأ في حفر الخندق. المدينة شرق وغرب كانت متحوطة بالحرة، والحرة دي عبارة عن أرض منبسطة مليانة صخور مدببة بيصعب على أي دبة وأي إنسان إن هو يمشي فيها، فما بالك بجيش كامل مستحيل إن هو يعدي منها. وفي الجنوب في حصون بني قريظة ومعاهم نخل المدينة، والمنطقة ديت ممكن يخش لها أفراد على رجليهم، لكن عددهم قليل وهيخشوا متفرقين، فغير صالحة إن الجيش بعدد 10,000 يقدر يخش منها. فكان المكان الوحيد المكشوف في المدينة هو جهة الشمال. المكان ده هو اللي اتبنى فيه الخندق بعمق من 3 ل 4 متر وبعرض من 3 ل 4 متر وبطول من الشرق للغرب 1.5 ل 2 كيلو متر. تم حفر الخندق ده، غير ان سيدنا رسول الله في غزوة الخندق الأحزاب ابتكر نوع جديد من القتال وهو القذف بالحجارة، لما أمر الصحابة يجمعوا الحجارة اللي هم طلعوها من حفر الخندق عشان لما يقرب أي حد للخندق يحدفوه بالحجارة. والأسلوب ده لسه متبع لحد دلوقتي في أراضي فلسطين المحتلة، نسأل الله لهم النصر. ولما الأحزاب بهم زي ما قلنا شافوا حاجة هم ما شافوهاش قبل كده ولا سمعوا عنها حتى، فاضطروا قدام حاجة غريبة ما يعرفوهاش ان هم يعسكروا قدام الخندق، لان ما كانش عندهم الوسائل اللي تسمح لهم ان هم يعدوا من الخندق. فعسكروا تقريبا شهر كامل. وفي الحصار ده خرج عدو الله حيي بن الأخطب ولف من جنوب المدينة وتوجه لحصون بني قريظة، وابتدى ينده على اللي موجودين جوه الحصن، وكان عايز بالتحديد
كعب بن أسد، وده كان سيد بني قريظة. ففضل ينادي عليه، فردت عليه زوجته وقالت له ان هو مش موجود في الحصن، لكن حيي كان عارفه وكانوا اصدقاء قبل كده، ففضل يلح لحد ما رد عليه ودخله الحصن. فدخل حيي وابتدى يحس كعب وبني قريظة ان هم ينقضوا عهدهم مع محمد ويتكاتفوا كلهم عشان يخلصوا منه، وقال له: جئتك بعز الظهر، جئتك بقريش وغطفان، وقد عاهدوني ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه. فرد عليه كعب وقال له: والله لقد جئتني بذل الظهر، فدعني ومحمد وما أنا عليه، يعني سيبنا على عهدي مع محمد. لكن فضل وراه لحد ما أقنعه بنقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وصلت الأنباء لسيدنا رسول الله. بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، والاسم ده لازم نفتكره عشان هنحتاجه بعد كده، رضي الله عنه وارضاه، مع 2 من أصحابه، وقال لهم يروحوا هناك لبني قريظة يتأكدوا هم على عهدهم معانا ولا هم خانوا عهدهم. فراحوا ونادوا عليهم وحاولوا يكلموهم، لكن بني قريظة سبوا رسول الله بأفظع الألفاظ وشتموه أفظع الشتائم. فرجع سيدنا سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: جئتك من عند أخابث خلق الله وأعداهم لله ولرسوله. عظم البلاء واشتد الخوف، وبقى المسلمين متحاصرين من كل اتجاه، من الشمال ومن الجنوب. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واختلفت المواقف ما بين المنافقين والمؤمنين. المنافقين شككوا في سيدنا رسول الله وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، الآية. وفي جزء تاني من المنافقين رجعوا المدينة وسابوا الخندق وابتدوا يحسوا أهل يثرب والمؤمنين إن هم يرجعوا معاهم، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لكن المؤمنين ثبتوا، ويوم بعد يوم كان إيمانهم بيزيد أكتر وأكتر. ونزل فيهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في الوقت ده لما ابتدت الدنيا تضيق على المسلمين، دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النصر يجي من عند ربنا. وبالفعل كانت أول بوادر النصر ظهور نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود كان من بني غطفان وكان على الكفر، لكنه تسلل للمدينة وراح لسيدنا رسول الله وأعلن إسلامه بين إيديه، وقال له: يا رسول الله، لقد أسلمت والقوم لا يعلمون فمرني. فسيدنا رسول الله رد عليه وقال له: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، بمعنى لو قدرت تفرقهم فرقهم. نعيم بن مسعود كان شخص له علاقات كبيرة جدا مع اليهود ومع قريش، ده غير ان هو من غطفان. فابتدى يروح لبني قريظة وقال لهم ان قريش وغطفان مش في بلدهم، وقت ما هيشتد عليهم البلاء هيسيبوكوا تواجهوا محمد لوحدكم وهيرجعوا، فانا انصحكم ان انتوا تاخدوا ناس من اشرافهم من الكبراء بتوعهم عشان تضمنوا ان هم ما يسيبوكمش اثناء الحرب ديت ويمشوا. فقالوا له: الرأي ما رأيت. فراح برضو لقريش وقال لهم ان بني قريظة ندموا على اللي هم عملوه وتواصلوا مع محمد وقالوا له: هنجيب لك 70 من اشراف قريش وغطفان تموتهم وهنبقى معاك على اللي فضل منهم. وكذلك الامر راح لبني غطفان قال لهم نفس اللي قالوا لقريش. في الوقت ده ابو سفيان بعت عكرمة بن ابي جهل ومعاه وفد من قريش راحوا لبني قريظة ليلة السبت في شهر شوال سنة 5 هجرية، وقالوا ليهود بني قريظة ان خلاص احنا قعدنا العدة وهنجهز نفسنا عشان ما ينفعش نستنى اكتر من كده وهنقاتل محمد واتباعه بكرة. وهنا رد عليهم يهود بني قريظة قالوا لهم ان احنا ما بنقاتلش يوم السبت، ده غير ان احنا مش هنقاتل الا لو اديتونا 70 من اشرافكم يكونوا معانا امان لينا عشان نضمن ان انتوا ما تسيبوناش في الحرب وترجعوا. فهنا رفض عكرمة بن ابي جهل ورجع لابو سفيان. فالطرفين اتأكدوا ان كل طرف منهم خاين التاني. بني قريظة اتأكدوا ان قريش وغطفان مع اول ضربة هيسيبوهم ويمشوا، وقريش وغطفان اتأكدوا ان بني قريظة خلاص رجعوا لمحمد وعايزين يسلموهم ليه. فدبت الفرقة ما بينهم الاتنين من عند ربنا، ثم بسبب نعيم بن مسعود او نعيم بن مسعود ايا كان نطق الاسم رضي الله تعالى عنه وارضاه.
ده غير ان ربنا سلط على قريش وغطفان المعسكرين قدام المدينة ورا الخندق الريح والبرد والمطر والظلام، ونزل قول ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ما كانوش قادرين حتى ان هم يولعوا عشان ياكلوا، لان الريح كانت بتشيل كل القدور بتاعتهم، كانت ريح عاتية بتقلع الخيام وبتدب الرعب في نفوسهم. أمرهم كبيرهم اللي هو أبو سفيان بن حرب، كان لسه على الكفر وقتها، أمرهم إن هم يغادروا، خلاص مش هنقدر نقاتل محمد. فرجعوا خائبين بدون قتال، ونزل فيهم قول الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فانسحب الأحزاب بعد شهر كامل من حصار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات من المسلمين في الحصار ده 6 ومن الكفار 3، وكده مبقاش في حصار على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله بعد ما رد الله الأحزاب دخل لبيته وقلع عنه الدرع، فجاله جبريل وقال له: انت قلعت درعك ليه؟ انا امرني ربنا ان انا اتوجه دلوقتي لبني قريظة وزلزل بيهم. خرج سيدنا رسول الله وارتدى درعه ونادى في المسلمين وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. فاتبعوا كل المسلمين بكل عدتهم في نفس اليوم، قبل العصر كانوا موجودين هناك في بني قريظة. ما اداش فرصة لبني قريظة ان هم حتى يطلعوا حد من عندهم يستنجد بخيبر او يستنجد باي حد ينجدهم. لا، انتوا كده خلاص بقيتوا لوحدكم في مواجهة سيدنا رسول الله. وسبق سيدنا رسول الله سيدنا علي لحصون بني قريظة، فسمعهم هم بيسبوا سيدنا رسول الله وبيشتموه وبيلعنوه، فتوجه لسيدنا رسول الله وقال له: ما تقربش اكتر من كده، لانه مش عايز سيدنا رسول الله يسمع شتيمته. فسيدنا رسول الله فهم سيدنا علي مش عايزه يقرب ليه، وقال له: يا علي لما يشوفوني هيبطلوا شتيمة، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فلما راح هناك اتقلب سبهم وعنادهم وكل حاجة، وبقوا ناس كيوت وعسليات، وابتدوا يتكلموا بأدب وباحترام مع سيدنا رسول الله. تم حصار يهود بني قريظة 25 يوم لحد ما الرعب اتمكن منهم، وبقوا قاب قوسين او ادنى من ان هم يموتوا نفسهم. وعرض عليهم سيدهم كعب بن اسد واحدة من 3. الاولى ان هم يتبعوا محمد ويسيبوا دينهم اليهودي عشان ينجوا من اللي هم فيه، فرفضوا وقالوا: لا ندع حكم التوراة. التانية ان هم يموتوا نسائهم واطفالهم ويفتحوا الابواب ويخرجوا لمحمد خلاص، فإن انتصروا هيقدروا يتجوزوا ويخلفوا تاني، وإن ما انتصروش فخلاص الموضوع خلص، ما عندهمش حاجة يخافوا عليها. لكنهم رفضوا، قالوا: لا خير في الحياة بعد هؤلاء. طب التالتة ايه؟ قال لهم: بكرة السبت، والمسلمين عارفين ان احنا مش هنقاتل في السبت، فاحنا نجهز نفسنا وننزل لهم وناخدهم على غفلة ونواجههم بكرة. فبرضه رفضوا. قال تعالى: وأنزل الله الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فبعتوا لسيدنا رسول الله يطلبوا منه إن هو يبعت لهم أبو لبابة الأنصاري، وده من أتباع سيدنا رسول الله، كان بينه وبينهم قبل الإسلام حلف ومودة. فبعتوا إن هم عايزينه يخش لهم عشان يستشيروه، يسألوه نعمل ايه. فلما راح لهم ابو لبابة النساء والاطفال اتعلقوا فيه وكانوا بيعيطوا، وقالوا له: انت شايف ان احنا ننزل على حكم محمد؟ فقال لهم: نعم، انا شايف ان انتوا تنزلوا على حكم محمد، اي يفتحوا الابواب ويسلموا نفسهم لرسول الله، واللي يحكموا فيهم هيمشي. فنزلوا فعلا على حكم رسول الله، لكن طلبوا ان اللي يحكم فيهم يكون واحد من الاوس، واحد منهم مش محمد، لان هم مش امنين حكم محمد. ودي تقريبا اكبر غلطه غلطوها في الموقف ده. طب ليه طلبوا حكم الاوس تحديدا؟ لان كان في بينهم وبين الاوس ود وصله قرابه ما بينهم وبين بعض. فسيدنا رسول الله قال لهم: اترضون بحكم سعد بن معاذ؟ فقالوا له: نرضى بحكم سعد بن معاذ. كان سيدنا سعد بن معاذ وقتها بيتعالج نظرا لانه خد سهم في الاكحل. سيدنا سعد بن معاذ اللي بعته رسول الله لبني قريظة في الأول لما راح لهم حيي بن الأخطب وسبوا رسول الله وشتموه قدامه، فلما بعتوا يجيبوه حملوه قالوا له: ترفق بهم، يعني الصحابة بيقولوا له: يعني سيدنا رسول الله ما حكمكش فيهم إلا عشان ترفق بيهم. قال: والله جاء اليوم الذي لا يأخذني في الله لومة لائم. لما اتصاب بالسهم في الأكحل دعا وقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. فربنا حكمهم في رقاب بني قريظة. فلما راح سيدنا سعد حكم فيهم بأن يقتل المقاتلون، يعني الرجالة هيتقتلوا كلهم والنساء
هتسبى والأموال هتتوزع على المسلمين. ده كان حكم سيدنا سعد فيهم. فرد عليه سيدنا رسول الله وقال له: والله يا سعد لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. الحكم اللي حكمه سيدنا سعد وحكم ربنا فيهم هو حكم المقاتلين مش حكم المدنيين، وده نفس الحكم اللي كان هيتحكم على المسلمين لو كانوا خسروا في غزوة الأحزاب. وبكده خلص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجود الخنازير في المدينة. وتأكد المسلمين، ودي رسالة لازم الكل يعرفها دلوقتي، إن الحكم الأجدى مع الجماعة دول عمره ما كان اللين، عمره ما كان الرحمة، بل الحكم الأجدى مع الجماعة دول هو الاستئصال. الإنسان لما بيبقى في جسمه ورم سرطاني لازم يستأصله، مش هيروح يطبطب عليه ويقول له معلش، لا، الورم ده هيموتك لو ما استأصلتوش. لازم تخلص من الخنازير قبل ما يكبروا ويخلصوا هم منك. ونسأل الله النصر لأهلنا وإن ربنا يثبتهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإن شاء الله بإذن الله النصر قريب والفرج قريب. والله لا نملك لكم إلا الدعاء، ولو نملك غيره والله لفعلنا.